من هو إلياس بن الصغير الوافد الجديد على منتخب أسود الأطلس؟ وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي الدعوة إلى إلياس بن الصغير لاعب فريق موناكو الفرنسي لأول مرة للالتحاق بمعسكر أسود الأطلس خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي. فمن هو إلياس بن الصغير؟ لمعرفة معلومات عن اللاعب تابع معنا الفيديو. إلياس بن الصغير لاعب فريق موناكو الفرنسي من مواليد سنة 2005 في بلدية غاسين التاريخية، ونشأ وترعرع في إقليم كوجولين في عائلة من أصول مغربية، وسبق له اللعب لجميع الفئات العمرية للمنتخبات الفرنسية. لعب إلياس للفئات الصغرى لنادي الحي في منطقة نشأته كوجيلين وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل لأكاديمية نادي فريجوس سانت رافائيل حيث لعب من 2016 إلى 2018، وبعد ذلك انتقل إلى نادي أكس آن بروفانس ومنه إلى نادي موناكو سنة 2020. فقد إلياس بن الصغير والده سنة 2020 بسبب مرض كوفيد، فاضطر إلى التوقف عن ممارسة الكرة مؤقتا، ثم سافر إلى تونس حيث اتبع برنامجا تدريبيا صارما أهله للعودة إلى الميادين بعد انقطاع دام شهرين. اليوم بات إلياس بن الصغير واحدة من الأسماء الشابة التي تعول عليها الجماهير المغربية من أجل منح إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. والبداية ستكون من المباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.